محدش فكر هو ايه نظام المدارس ايام المماليك. طب حد كان يعرف هي ايه كلمة خنقاه او كلمة خان زي خان الخليلي؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة مع بعض في حلقة مدرسة وخنقات السلطان برقوق. بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ونقدم حلقات احسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. قبل ما نحكي حكاية الممنى نرجع لورا شوية أيام دولة المماليك. دولة المماليك المؤرخين بيقسموها ما بين مماليك البحرية اللي منهم قطز وبيبرس، وما بين مماليك الجراكسة اللي منهم السلطان برقوق اللي صاحب الممنى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. سنة 1384 وتحديدا 11 سبتمبر يؤمر السلطان الأمير جركس الخليلي إن هو يكون مشرف على بناء مدرسة وخنقاه. بس يعني إيه كلمة خنقاه؟ الخنقاء دي كانت سكن لتعبد الصوفية. وخلوا بالكم بقى من جركس الخليلي. جركس الخليلي أساسا هو اللي عمل خان الخليلي. مكان المدرسة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة كان موجود خان. الخان ده هو بيبقى مكان مربع فيه فناء من النص، وكان بيبقى فيه محلات ومخازن لتخزين البضائع، وكان ممكن يبقى فيه سكن للتجار اللي جايين من بعيد. فجركس الخليلي هياخد الخان ده وهيشتريه وهيهده، وهيبدأ ان هو يبني عليه المدرسة والخنقاء. وفعلا هتتبني المدرسة والخنقاء، وزي ما احنا شايفين من بره هنشوف المأذنة معمولة على الشكل المملوك. ندخل بقى على الباب هنشوف معمول فيه فن التكفيت، زي ما بنقول ده عارف الكفت. ده فن كان إسلامي. كان الحرفي الإسلامي كان بيجيب الباب الخشب ويحط عليه نحاس وفضة، بحيث ان النحاس يفضل محتفظ بخصائصه، وهكذا الفضة، الاتنين ما يندمجوش ببعض. والفن ده كان بيبقى فن صعب جدا. هنخش بقى هنلاقي فيه ممر ملتوي، والممر ده بنظام الأبلق. الأبلق يعني الحجر الأسود فوقيه الحجر الأبيض. وفي آخر الممر هنلاقي بقى الباب بتاع الخنقاء والباب بتاع المدرسة. ندخل على المدرسة هنلاقيها معمولة بالنظام المملوكي بتاع الأربع أجزاء أو الأربع أواوين. هنلاقي الإيوان الرئيسي هو إيوان الحنفية، هنلاقي فيه سكن للطلبة كمان، وهنلاقي فيه سكن للمدرسين. ده غير إن فيه فسقية في النص أو ميضة زي ما بنقول. ويوم الافتتاح المكان ده أمر السلطان برقوق بإن يخلي الفسقية دي تنزل شربات الاحتفالات علشان تشرب منها الناس. قبل بقى ما نخش على الإيوان الحنفي هنلاقي مستطيل أبيض رخامي، ده كان بيقف عليه المردد وقت الصلاة علشان يردد اللي بيقوله الإمام وقت الصلاة. هنخش بقى على الإيوان هنلاقي المحراب المذهب، وهكذا المأذنة. ده غير السقف المذهب ومطعم بحجر اللازورت الأزرق علشان يدينا التحفة الفنية دي. تعالوا بقى نعرف ايه نظام المدارس ايام المماليك. كان كل ايوان مخصص لدراسة مذهب معين، وكل ايوان منهم ليه عدد معين من الطلاب. الحنفي اللي هو كان الاكبر كان بيبقى ليه 40 طالب، اما الشافعي والحنبلي والمالكي تقريبا كان بيبقوا قد بعض وليهم 20 طالب. ده غير 15 طالب لدراسة الحديث و20 طالب لدراسة تفسير القرآن. كان ميعاد الدراسة كان بيبدأ مع ظهور ضوء الشمس وينتهي مع المغرب، وكل طالب كان بينقطع عن العمل أو أي حاجة علشان يتفرغ بس للدراسة، لأن هم طالبين علم، وعلشان كده كان ليهم سكن وكان ليهم أكل وكان بيبقى ليهم مصروف. وبس كده، دي حلقة النهاردة في صولات وجولات في مصر أم العجايب. ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة. مع السلامة.